مبدئيا قبل ما تتابع الحلقة دي أنا عايزك ترجع لحلقة فهم أنواع تحليل الجينات والدي ان ايه عشان تقدر تفهم المصطلحات اللي هستخدمها في الحلقة وتكون فاهم أنا أقصد إيه بالسلالة الأبوية والأمومية والأوتوسومية. شايفين الجمجمة دي؟ الجمجمة دي بترجع لهيكل من هياكل تافوجلت، ودي هياكل عمرها أكتر من 15,000 سنة. وأثبت العلم الجيني إن الأمازيغ المعاصرين فيهم من 20 ل 40% أصول بترجع للسكان دول، اللي هم زي ما قلت لك استوطنوا شمال أفريقيا بالعصر الحجري. السؤال بقى إزاي وإيه هي بقية أصولهم؟ تابع عشان تعرف الحكاية. يمكن أول ذكر لسكان شمال أفريقيا القدامى كان في المصادر المصرية اللي ما وضحتش لفظ أمازيغ أو بربر، لكن المصريين سموا سكان شمال أفريقيا من غرب مصر على هيئة قبائل زي المشواش والكهك والليبو وغيرهم. ثم بعدين جه الإغريق واتكلموا عن سكان شمال أفريقيا بشكل مفصل أكتر، بداية من حدود مصر لغاية المغرب، ووضحوا أماكن سكنهم جغرافيا، لكن ما كانش فيه تفاصيل واضحة عن أصولهم أو اقتراح هم جم منين، مجرد تقسيمة جغرافية وذكر لبعض عاداتهم فقط. بتيجي بقى المصادر المسيحية اللي ذكرت شعوب شمال أفريقيا وكونهم من أولاد حامل معروف، ثم بتيجي المصادر الإسلامية اللي هي كان فيها جزء كبير جدا من التعيين. القلقشندي واللي ولد حوالي 1335 ميلاديا جمع أقوال جميع النسابة عن الأمازيغ، وقال لك انهم اختلفوا اختلاف كبير في اصولهم. فالبعض قال انهم من العرب، واختلفوا اذا كانوا من اليمن ولا من اولاد اسماعيل والنبي ابراهيم. وفي قصه مضحكه قالها، وهو انه احتمال انهم اتسموا بربر، وده راجع لاحد ابناء النبي ابراهيم اللي سماه بر، وقال له اذهب يا بر فما انت ببر. وبيكمل القلقشندي وبيقول انه قيل انهم اخلاط من كنعان، وقيل انهم من ولد قبط من حام بن نوح، اصول مصريه يعني. واخيرا قال انهم ممكن يكونوا خليط ما بين كل ما سبق، سواء كنعانيين او قبط او عرب. وعلى كل حال في روايه مهمه جدا بالعصر الاسلامي عن ابو عبيد البكري الاندلسي بيقول فيها: والبربر كلهم يزعمون انهم عرب. وبالتالي طبيعي جدا انك تلاقي اقوال كتير في اصولهم عن انهم عرب، سواء بقى كان نابع من ادعائهم او نابع من اشاعات الغير عنهم. احنا بقى جايين دلوقتي عشان نتكلم علم. يا ترى ايه هي اصول الامازيغ؟ من اول الدراسات العلميه ما اتعملت والامازيغ اتضح ان ليهم هويه جينيه فريده من نوعها. الهويه دي احنا نقدر نقسمها في السلالات الابويه واللي هي الاصول البعيده للاجداد، وفي السلالات الاموميه والاوتوسومال. وعشان تكون فاهم تاريخ شمال افريقيا، فالانسان الاول في المنطقه كان تاريخه قديم جدا لدرجة أنه تم اكتشاف جمجمة جبل إيجود بعمر يصل ل 300 ألف سنة، دليل على وجود بشري في المكان. لكن أقدم ارتباط للأمازيغ حاليا موثق بالعلم الجيني هو زي ما قلنا بجمجمة تافوجلت اللي تصل ل 15,000 سنة، ومش جبل أيجود اللي بعمر مجنون هو 300 ألف سنة عشان حبايبنا بتوع سكان ما قبل آدم والمبالغات اللي من النوع دوت، وهي طبعا غير صحيحة. المهم سكان تافوجلت بيمثلوا نوع من المستوطنات البشرية القديمة اسمها الأيبيروموريسية، وهم جزء من صيادي شمال أفريقيا والسكان الأوائل اللي تم فحصهم. وحوالي 7,000 سنة تم فحص هياكل غيرهم من منطقة تازا، كهف الغار، وكمان منطقة كهف البارود، واكتشف إن فيهم عناصر من فلاحي أوروبا ENF، ودول سكان كانوا موجودين على البر الأوروبي، هاجروا من ناحية إسبانيا ومضيق جبل طارق وعبروا إلى المغرب، وبالتالي هم كمان شاركوا في نشأة شعوب شمال أفريقيا. وبرضه حوالي 7,000 سنة تم فحص هياكل من الصخيرات بالمغرب، وتم اكتشاف عنصر ثالث مهاجر جاي من الشرق الأوسط ومن مصر إلى المغرب على هيئة رعاة، وده دخل أصول شرق أوسطية ومصرية بالطريق. ولو عايز تعرف أكتر عن طبيعة سكان أوروبا اللي ذكرناهم دول، بنصحك تشوف حلقة أصول الأوروبيين ونشأتهم. ولو عايز تعرف عن هياكل الصخيرات بالمغرب والجدل اللي حصل بينها وما بين الجانب المصري القديم، فتقدر كمان تشوف حلقة جانب المصريين. الحلقتين دول كان فيهم ذكر للأصول السابقة، وكمان هي تقدر تشكل لك وتفهمك أهمية وتداخل الشعوب مع بعض. المهم العناصر الثلاثة دول هم العناصر اللي شكلت الأمازيغ حاليا. وأنا عايزك تاخد بالك كمان إننا بنتكلم عن هجرات ما قبل التاريخ، فده مش معناه ان الامازيغ اصلهم اوروبي او اجنبي، لان الهجرات دي كانت قبل نشأة الشعوب، وبينها وما بين الشعوب الحالية اختلاف كبير جدا جدا. دول انسان وشعوب مختلفة خالص عن الحاليين. المهم الشعوب الثلاثة اللي ذكرناهم دول بتنعكس بصمتهم الجينية في السلالات الابوية، بحيث ان السلالات جي وتي بيمثلوا هجرات من اوروبا والشرق الاوسط، وام 78 بتمثل جزء منها محلي اكتشف بالصيادين وجزء تاني مرتبط بالمصريين، ثم EM 81 الموجود عند الأمازيغ واللي هي جزء من صيادين شمال أفريقيا، بحيث أنه تم اكتشاف أقرب سلالة لها وهي EL 19 في هياكل إفرن عمرو موسى بحوالي 7,000 سنة من دلوقتي. وهنا نيجي لأهم جزئية بخصوص أصول الأمازيغ، وهي السلالة EM 81 اللي بتعتبر ماركر لأصول أمازيغية صريحة. السلالة دي بتمثل ما بين 60 إلى 100% في المجتمعات الأمازيغية بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا. كمان السلالة تعتبر أهم سلالة في شعوب شمال أفريقيا، سواء بقى قبائل عربية
عربية أو عائلات أندلسية موريسيكية، بطبيعة الحال لأن جزء كبير من الأندلسيين كانوا في الأصل أمازيغ، وده ممكن نتناقش فيه في حلقة منفصلة. السلالة دي مبدئيا زي ما قلنا بتمثل أصول من العصر الحجري بشمال أفريقيا، وبالتالي فكده أنت تعرف أن العنصر الأبوي الأكبر في جينات الأمازيغ هو العنصر المحلي للصيادين المحليين. إلا أن السلالة ليها قصة غريبة جدا، بحيث أنه بالرغم من أن دول شمال أفريقيا دلوقتي عددها يصل ل 100 مليون لو جمعتهم مع بعض، وده معناه ان السلاله EM81 يصل عدد حامليه الملايين، الا انه الجد الجامع للسلاله عند الامازيغ عمره 2700 سنه بس، وده لو مش واخد بالك مفاجاه من العيار التقيل. ليه؟ لانه الجد الجامع بيعبر عن الجد اللي من ذريته اصحاب السلاله. فلما اقول لك انه عمره 2700 سنه، فده معناه ان في ملايين من الامازيغ وملايين من سكان شمال افريقيا دلوقتي بيرجعوا في الاصول لجد واحد فقط عاش قبل 2700 سنه، اللي هي 700 قبل الميلاد. يعني مقارنة بتاريخ مصر، فهو كان في وقت الأسرة 26، وده عمر صغير جدا جدا تاريخيا. جدهم ده اللي عاش وقتها خرج من ذريته ملايين دلوقتي، وده بحد ذاته بيتم تفسيره في العلم الجيني بنظرية البوتل نيك، عنق الزجاجة. تفسيره انه احتمال انه حصل حدث معين، سواء بقى تأثير بيئي او وباء او كارثة جماعية، ادت لانقراض معظم سكان شمال افريقيا، وجت جماعة سكانية جديدة أو جد معين أعاد انتشار الذرية بعد الانكسار الديموغرافي اللي حصل. وبالتالي نقدر نقول إن الأمازيغ حسب الجينات ليهم نشأة أولى بالعصر الحجري، ونشأة تانية غير معلومة في ظروفها إلى حتى وقتنا هذا. وغالبا واحدة بس من الشعوب شمال أفريقيا القديمة هي اللي أعاد الأمازيغ الانتشار منها بعدما حصل الانكسار السكاني. مين هم بقى الشعب ده؟ مش عارفين. هل هم النوميديين بالجزائر أو الكرتاجين بتونس أو الموريين بالمغرب أو الليبو أو حتى الطوارق والجيتول؟ محدش عارف، ومحدش عارف مين هي البلد الأصل في النشأة التانية للأمازيغ. بالمناسبة ده معناه إن علاقة الأمازيغ بشعوب شمال أفريقيا بالعصر الحجري غير مفهومة. صح، هم من ضمن مكوناتهم الجينية في الأوتوسومال بترجع جزء من أصولهم ل 15,000 سنة، لكن على حسب وضع السلالات الأبوية وعلى حسب النشأة التانية، فانت ما تقدرش تربط ما بين الامازيغ وما بين الشعوب اللي اقدم من 2700 سنه، زي الليبو مثلا والمشواش والتمحو اللي عاشوا قبل الجد الجامع. طبعا انا كمان مش بنفي انهم ممكن يكونوا ذوي علاقه بالامازيغ بطريقه ما، بين ليله وضحاها ممكن يحصل اكتشاف جديد وممكن نكتشف حاجات احنا مش عارفينها، بس على الاقل اديك تقدر تعرف تعقيد المشهد اللي احنا فيه، وانه مش سهل انك تربط ما بينهم وما بين اي شعب قديم. ودي بالمناسبه قصه فريده مميزه، ومفيش شعب عنده الاصول بالشكل ده زي عند الامازيغ، ومفيش شعب يقدر يرجع بتاريخه برضه الى الاف او عشرات الاف السنين زيهم. بالتالي كملخص للسلالات الابويه، فانت عندك ان الامازيغ ليهم نشأتين. نيجي بقى للسلالات الاموميه، فالسيدات والبنات الأمازيغيات عندهم أصول في غاية الأصالة وترجع لأمهات متجذرات في شمال أفريقيا لمدة تصل ل20,000 سنة كاملة، خصوصا السلالة U6 و M1. لكن كمان في عندنا سلالات زي H و T بتعبر عن سلالات المزارعات الأوروبيات اللي ذكرناها، وده برضو ميزة عند الأمازيغ بالمناسبة مش موجود عند شعوب غيرهم. يعني أنت ما تقدرش تيجي تقول إن في سلالات أمومية مميزة لشعب ما تقدرش تقول مثلا إن الأتراك أو العراقيين أو الفرس أو حتى اليونانيين عندهم سلالات أمومية مميزة ليهم نتيجة اختلاطهم الشديد. كذلك العلم الجيني أنصف الأمازيغ، بحيث إن الهياكل اللي تم فحصها في الأندلس من أكثر من 7 مدن تم اكتشاف إن لها أغلبية أمازيغية. كذلك هياكل المسلمين الأغالبة من منطقة سجستة، والأغالبة هي دولة في شمال أفريقيا عصرة العصر الفاطمي. وكذلك هياكل الكرتاجيين كان فيها مكون أمازيغي، دليل على مشاركة الأمازيغ في نشأة الدول والحضارات دي. وتقدر ترجع لحلقة نشأة قرطاج على القناة لو عايز تعرف أكتر بخصوص الكرتاجيين ونشأتهم وانتشارهم وإمبراطوريتهم. نيجي بقى آخر حاجة، وهي جماعات بتدعي إنها من أصل أمازيغي رغم إن التحليل الجيني لم يثبت ذلك، زي التابو في ليبيا اللي ظهرت نتائجهم الجينية مختلطة ما بين الشارقة أفارقة وما بين النيليين، وزي سكان سيوة في مصر، وهي واحة اتضح بعد الفحص الجيني إن سكانها مش من أصول أمازيغية، والأصول عندهم لا تمثل أكتر من 3% للأمازيغ. وسكان الواحة دول مش هم السكان الأصليين، دي معلومة مغلوطة بالمناسبة. الواحة فرغت سكانيا من أهلها في عدة أحداث تاريخية. كذلك ذكر المؤرخين الإغريق أن سكان الواحة عرقيا كانوا مصريين وكوشيين بلفظ أثيوبيين، ودول كانوا من عبدة المعبود آمون. بس كده خلصنا. الأمازيغ من ضمن الشعوب ذات التاريخ العريق، وأنا شخصيا معجب ومفتون بتاريخهم، وحابب ان انا اتكلم اكتر عنهم ان شاء الله في حلقات غيرها. ما تنساش تتابع القناة عشان ما يفوتكش اي حلقة تانية، وتفعل زر الجرس.